اهلا بيكم في اول فيديو من البيد سيرش كراش كورس. قبل ما تبدا هتلاقي في الديسكربشن شرح كل المصطلحات اللي مهم تكون عارفها عشان الليسن ده يبقى سهل عليك. ويلا بينا نبدا. قصتنا بتبدا من قبل ما اليوزر يعمل سيرش، بالتحديد من اول ما الادفرتايزر يبدا يجهز للكامبين بتاعته. في الجزء ده من الرحله بيعدي الادفرتايزر على 5 مراحل اساسيه: كامبين، الاد جروب، الكيورد، الاد، والبيدنج. اول مرحله اساسيه هي الكامبين، واول جزء في الكامبين هو تحديد نوعها. وفي جوجل ادز في 8 انواع اساسيه من الكامبين. اول نوع هو السيرش كامبين، وده لو عندك سيرش ماركت كويس. تاني نوع هو الديسبلاي كامبين، ده لو ما عندكش سيرش ماركت كويس، يعني محدش بيسيرش على اللي انت بتبيعه. تالت نوع هو الفيديو كامبين، وده لو الكونتنت اللي انت بتقدمه فيديوز. رابع نوع هو الاب كامبين، ده لو اللي انت بتبيعه عباره عن ابلكيشن ومحتاج توصل فيه لداونلودز اكتر او ان اب اكشنز اكتر. خامس نوع هو الشوبينج كامبين، وده لو شغلك اي كوميرس وعندك كاتالوج على جوجل ميرشنت سنتر. سادس نوع هو السمارت كامبين، وده لو عايز تكبر دماغك من كل التفاصيل اللي قلناها دي وتسيب جوجل هو اللي يتعامل باللي هو شايفه صح. سابع نوع هو الديسكفري كامبين، وده لو عايز تكبر دماغك برده من كل التفاصيل دي بس في نفس الوقت عايز تضمن ظهورك في اماكن معينه زي الهوم بيج بتاعه اليوتيوب او تضمن نسبه بيرسوناليزيشن اعلى. واخر نوع هو البرفورمانس ماكس كامبين او البي ماكس كامبين، ودي تعتبر برده سمارت كامبين بتسيب فيها السيستم هو اللي يتعامل لكن فيها نسبه تحكم اكبر وبتقدر تتوسع اكتر عن طريق تحكمك في الاودينس سيجنال، وده هتعرفه اكتر بعدين. تاني حاجه في الكامبينز هي السيتنجز، ودي اول خطوه فيها هي الستارت والاند ديت، ودي زي ما واضح من اسمها بتحدد فيها تاريخ بدايه ونهايه الكامبين. تاني جزء هو الاد سكادجول، وده بتحدد فيه الساعات بالظبط اللي هتشتغل فيها الكامبين. تالت جزء هو اللوكيشن واللانجويجز، وده بتحدد فيه المناطق المستهدفه واللغه، بس خلي بالك اللغه بتاعت اليوزر مش اللغه بتاعت الكامبين. رابع جزء هو البيدنج، ودي يعني الطريقه اللي انت عايز توجه او تتحكم بيها في استهلاك بادجت الكامبين بتاعك، بس مش الطريقه اللي انت هتتحاسب بيها، انت كده كده هتتحاسب في اغلب الحالات يعني بالكليكس. خامس جزء هو البادجت، وده تحديد الميزانيه اليوميه اللي جوجل مش هيدفعك اكتر منها على مدار الشهر، يعني مجموع الشهر مستحيل يعدي الميزانيه اليوميه دي مضروبه في 30.4. مثال، لو انت فاتح كامبين ومحدد الديلي بادجت او البادجت اللي هتدفعها كل يوم هي 1000 جنيه، ده معناه ان اخر الشهر جوجل مش هيدفعك اكتر من 30,400 جنيه. سادس جزء هو الكونفرجن، وده تحديد الكونفرجن اكشن اللي هيكون بيتعدل الكامبين دي، يعني ايه الحاجه اللي لو اليوزر عملها بالظبط هتتحسب كونفرجن. سابع جزء هو الاد روتيشن، وده معناه تحديد طريقه التفضيل المتبعه بين الادز، يعني لو عندك 3 ادز هل جوجل يظهرهم كلهم بالتساوي ولا يظهر واحد اكتر لانه مثلا بيحقق كونفرجن اعلى، ولا واحد تاني اكتر لان نتائجه احسن، وهكذا. واخر جزء هو الاد اكستنشن، وده معناه تحديد الاضافات اللي هتزيد على الاد. على سبيل المثال الكول اكستنشن، ودي اكستنشن يقدر اليوزر بيها يتصل بيك دايركت من الاد. بعد ما الادفرتايزر اختار الكامبين وحدد السيتنجز اللي هو شايفها مناسبه او صح بالنسبه للكيس بتاعته، هيدخل في المرحله اللي بعدها وهي مرحله الاد جروب. كل كامبين بتتكون من اد جروبس، وكل اد جروب عباره عن مجموعه من الادز معموله لاودينس معين بناء على 5 حاجات. اول حاجه الكيورد، يعني تحدد كلمات معينه لما الناس تسيرش بيها انت تظهر لهم. تاني جزء الاودينس، ودي زي الاودينس اللي بتتعمل على فيسبوك تقريبا يعني، فلو مش عارف قول لنا في كومنت وهنبعتها لك. ثالث جزء توبيك، يعني تحدد التوبيك والسيستم هو اللي بيخليك تظهر على كيوردز ليها علاقه بالتوبيك اللي انت اخترته. رابع جزء بليسمنتس، ودي بتحدد فيها ويب سايتس او ابس معينه تظهر عليها. اخر جزء هو الديموغرافيكس، ودي معناها معرفات شخصيه زي العمر والنوع والحاله الاجتماعيه وهكذا. تاني حاجه وهي انواع الاد جروبس، وهم نوعين بتختار منهم على حسب ايه المناسب للكيس بتاعتك وعلى حسب ايه الموارد اللي معاك. اول نوع منهم هو الستاتيك اد جروب، وده انت بتحدد فيه كل حاجه، كيوردز واودينس بليسمنت ديموغرافيكس كل حاجه تقريبا. تاني نوع هو الدايناميك اد جروب، وده انت مجرد بتحدد ايه الفاينل يو ار ال ومجموعه من الاد اليمنتس، وجوجل بيحدد ساعتها ايه اللي هو عايز يظهره للشخص اللي هو شايفه مناسب. والاد اليمنتس دي عباره عن هيدلاينز، ديسكريبشنز، فيديوز، ايمجز، HTML5. ثالث مرحله واخر مرحله في الليسون ده هي الكيوردز، وبيتم في المرحله دي تحديد 4 حاجات ليهم علاقه بالكيورد. اول حاجه هي التارجتنج كيوردز انتنت، ودي خطوه استراتيجيه بيتم تحديد فيها نيه الكيوردز اللي انت قررت تشتغل عليها. تاني حاجه وهي التارجت كيوردز، ودي تحديد الكيوردز اللي انت عايز الاعلان بتاعك يظهر عليها. ثالث حاجه النيجاتيف كيوردز، ودي تحديد الكيوردز اللي انت عايز الاعلان بتاعك ما يظهرش عليها. واخر حاجه هو الكيورد ماتشنج تايبس، وده معناه ان جوجل بيشوف ايه الكيوردز اللي انت محددها مع السيرش تيرم اللي بيكتبه اليوزر ويوفق ما بينهم، والنقطه دي هنتكلم فيها تاني بالتفصيل قدام. الجزء ده احنا عدينا عليه سريعا، لكن في الشابتر الفري من الادفانسد انتراكتيف كورس هتلاقيه مشروح بطريقه عمليه وتفاعليه باكتر من 15 اكتيفيتي، بس ما تروحلوش دلوقتي غير لما تخلص الكراش كورس، ومستنيينكم في الليسون التاني.